مساء الخير. النهاردة هنعمل فراخ مشوية، هتبقى تحفة قوي وهتعجبكم. جربوا الطريقة دي. معانا فلفل ومعانا بصل ومعانا طماطم ومعانا توم ومعانا زيت ومعانا خل ومعانا صلصة طماطم وزبادي وملح وفلفل اسمر وزعتر وكمون وبهارات فراخ. وهنحط الخضار بتاعنا كله ده في الكبة. وهنحط الثوم، كل حاجة هنحطها في الكبة، والزيت والخل، وهنحط عليها البهارات. التتبيلة دي حكاية. وهنحط الصلصة بقى عليها، وهنحط الزبادي وهنخلطها في الكبة، وبعد كده نطلعها ونحطها بقى على الفراخ ونتبل الفراخ بقى حلوة قوي. وندخل فيها كده التتبيلة بتاعتنا. هي التتبيلة ديت جميلة جدا وبتخلي الفراخ حاجة تانية الصراحة، وطعمها بيطلع تحفة. وكده التتبيلة هنسيبها بقى في التلاجة ساعتين 3 زي ما انتوا عايزين، او ليلة كاملة. ده بيخلي الطعم حلو قوي لما بتسيبوها. بعد كده هنطلعها بقى من التلاجة وندخلها الفرن. وده الشكل بتاعها لما طلع من الفرن. خطيرة، هتعجبكم جدا جدا. ومن جوه بقى شايفين طرية وبيضة كده، عشان احنا نقعناها قبلها كمان في مية وليمون. جربوا الطريقة دي هتعجبكم. بالهنا والشفا على قلبكم.